ثقل كبير تحديدا مباراة الاتحاد والهلال بجدة، النصر والشباب. يمكن اليوم كانت مباراة غير، بس بلنتيات في واحد توقع منهم. طبعا مشاهدينا قبل ما اقول عن عبد الرحمن اللي كان يشوفه الامير واللي كنت اشوفه قبل شوي وشدنا وان نلتفت، كان في احتكاك بين ابراهيم هزازي واحد السكرتيه هنا في الملعب، احتكاك بسيط عشان كذا كنا متلفت. اي بس لا تبعد عن الموضوع. والموضوع الثاني ان عبد الرحمن من جينا للمباراه وهو يقول ما راح تنتهي الا بركلات الترجيح. رايك يعني فيني قوي؟ قوي انا 11 ونص طلعنا من الملعب. عادل، هذا ما لدينا من ارضيه الملعب كرده فعل اولى. ان شاء الله سنتواصل معكم متابعينا من المكزون المخصص ان شاء الله، اذا في امكانيه، واذا ما في امكانيه ان شاء الله فهد يقول لي جاهز، ان شاء الله بنروح هناك. الشغله الثانيه ان شاء الله معنا ريبورتاج لاحمد ابو مسمار ان شاء الله سيكون ايضا موجود صحيح. معكم وكواليس هذه المباراه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه عبد الله. بالتاكيد. ليش؟ خلنا نخلص نطلع بدري. يلا ما نبي مباريات الكاس، مباريات الدوري دائما. على العموم نتحول بالتاكيد مباشره الى زميلي عادل الزهراني، نقاش حول الاشواط. ابو شمراني لا تنسى، عبد الرحمن الشمراني لا تنسى لانه يأشر ما شاء الله عليه. يشكروني. يقول اتحول لك زميلي عادل، التحيه لك وضيفك الكرام. تفضل عادل. الى اللقاء. اعتقد انه لم نقدم